هذا مقصود من الجزائر، قال له هذا الفيلم ما عطاولهمش الميكرو لزباليستان، ما عرفتش علاش. لا راه جاب عطاتو الجزائر بكبير الصوت، ولكن ما فرنساكش ما جابش شكاره كبيره. انا نوريك اللي فيه الضحك. استنى فين هي هذه اللي ضحكتني، انا نوريك واحده زوينه. شوف ممثل الجزائر ياخذ جمهوريه زباليستان تندب في يده. ها هي الجمهوريه شدها في يده، ها هي تحت باطو. هو في يده، ها هي فين هذيك شدها وخايف عليها. خايف عليه وجراو عليه. والله لا الحمد لله. شوف سياستنا ولات عندنا متنوعه الحمد لله. عندنا سياستنا متنوعه، ما نخافوش على راسنا. كاين داك لو جون تبارك الله عليه، انا عجبني داك لو جون، عجبني وفرحت ملي دار داك لو جيست، والصراحه انا تنقدروا. تفضل السي رشيد. مرحبا الاخوان، مرحبا. انا اللي اول مره كنشوف جمهوريه كيشدها واحد في اليد، خايف عليها. السلام عليكم. تفضل يا محمد، تفضل. نشوف هنا وطن ولا ماشي هنا وطن. نشوف انا طلعت الوطن دائما، انا طلعتك حسن. السلام عليكم السي رشيد. مرحبا. مسموع السي رشيد؟ اسمع اخويا مسموح. تفضل. واحد النقطه بغيت نطرحها عليك والاخوان. دابا هذه القمم الافريقيه الاقتصاديه المشتركه كتنظم حتى مع روسيا ومع الصين ومع فرنسا ومع الولايات المتحده الامريكيه. عمر وقع هذا المشكل، حتى دوله من هذه الدول ما كتستقبل البوليزاريو لانها ما كتعترفش بها وما كيحضروش وما تيقدروش الكراغيله انهم يدخلوهم معاهم بهذه الطريقه هذه اللي داروها دابا مع اليابان. علاش هذه الطريقه كيديروها غير مع اليابان؟ في هذه القمه ديال تيغات ديال اليابان داروها في تونس، القمه اللي دارت في تونس، وداروا عاوتاني دابا في طوكيو ودخلوهم بصحه. واش السؤال مطروح، واش يقدروا عاوتاني يدخلوهم بصحه وبهذه الطريقه هذه ديال العصابات يدخلوهم القمه الصينيه اللي غتكون الشهر الجاي؟ ما يمكنش، امبوسيبل، لان الصين دوله محترمه وما يمكنش ان غادي واحد الدوله ما كتعترفش بها يجي واحد الكيان ديال المافيا وديال العصابات، الكيان جينيرال غيدخلهم الصحه يدخلهم عن طريق الدبلوماسيه والتزوير. علاش اليابان كتقبل بهذا الموقف؟ علاش المغرب ما ياخذش موقف من اليابان؟ لان هذا الشيء طرا في تونس، رغم ان اليابان كانت كتدعي انها ما كتعترفش بالبوليزاريو وكترفض الحضور ديالها، ومع ذلك حضرت، ودابا في بلادها في طوكيو حضرت. علاش اليابان المغرب ما يتخذش موقف جد نعم سي راشد؟ انت هو اليابان، عندك واحد مجموعه الاشخاص عندهم باسبورات جزائريين ودبلومات جزائريين ودخلوا، واش غتستقبلهم ولا ترفضهم؟ واخا انا نجاوبك. وعلاش ما داروش مع الصين هذه العمليه دي ومع روسيا؟ ياك روسيا نظمت وانت جاوبتي راسك وانا متفق معك. ديك الجواب اللي عطيتيه هذاك اللي جاوبتيه هو هذاك. علاش ما تدخلهمش روسيا عن طريق الدبلوماسي؟ وانت قلتي جاوبتي الوطن، جاوبتي راسك ان الجزائر كتشوف الدول اللي عندهم واحد الضعف وعارفين انهم ما يتعاملوش معهم بعنف وانت قلتيها راه صافي. هادو هكذا تماما. فوالا ايوا راه قلتيها، هذاك هو الواقع. الوطن خاص المغرب، خاص الدبلوماسيه المغربيه تخرج هنا في اليابان هذه اللي ما يمكنش هذا السيناريو يبقى يتكرر كل مره. لا حنا خاص البوليزاريو هادو خاصنا نحيدوا لهم الجدر من جميع اللقاءات الافريقيه، نحيدوا لهم الجدر. بقات لنا هذه القمه النكاد هي اللي كيزعقوا لنا فيها. الوطن ماشي بديك الطريقه كدير الدبلوماسيه بين الدول، انك بغيتي شي حاجه وتحيد وتزول وتفرض وكذا. راه الدبلوماسيه ماشي بديك الطريقه. شنو غتقول اليابان؟ شنو غتقول لها؟ يلا انت وزير الخارجيه المغرب، شنو غتقول اليابان؟ تقول لها حاجه وحده، الا حضر هذاك الكيان الارهابي حنا ما نحضروش. السلام عليكم. ما كاينش الحاجه يجاوبوك لا وجود للكيان الارهابي، هناك دبلوماسيون جزائريون. شنو غتقول له؟ وانا السي راشد ما عجبنيش الحال صراحه، هذا الشيء اللي وقع ما عجبنيش. ما عجبكش كاع المغرب ما عجبلوش، ولكن الدول ما كتعاملش ما عجبنيش. علاش هذوك العصابات يفرضوا صحه، يجيبوا لنا ذاك الارهابي صحه؟ شكون هما؟ يا الوطن اصاحبي. انا ما نفهموك اجي نفهمك انا بلاتي. انا هبط السي راشد، انا شكرا بزاف. ما تهبطش خلينا نشوف اخوتي، انتم اخوتي مغاربه خوتنا، بغيت ندخل معكم في النقاشات. صاحبي كنتواجد
مع الكراهيه لما خوتي المغاربه ما كنبغيش خويا الوطن اسمعني، الله يطول في عمرك، اسمعني انا خوك لينور كنهضر. دابا انت عندك عرس ياك، ياباني عنده عرس وجاو عندهم معروضين ياك، فهادوك لي كارت ديال المعروضين جايين الناس بالوراق اللي انفيتاهم، واحد الشخص ما صيفطش ليه الدعوه ياك، هذاك الشخص عطاها لواحد ولد الحرام ساكن حداه ياك، عطاها ليه، فهمتي؟ واش هو مسؤول هو على هذاك الشيء، على ذيك الحركه؟ هو غير مسؤول، هو لا اليابان مسؤوله ولا الاتحاد الافريقي مسؤول، ولا ماني المسؤول؟ ماني المسؤول هما الجزائر. اليابان مسؤوله 100%. صافي واخا صافي، اذا تبارك الله عليك اليابان مسؤوله خويا الوطن، وخصنا نهزوا دابا السلاح وخصنا نتيروا فيها. لا ما نتيروش فيها، خصنا نتخذوا منها موقف. بس صافي غناخذوا الوطن، صافي غناخذوا سمحوا لي بزاف على الازعاج هذا. دبلوماسي جزائري عنده دبلوماسي جزائري وليس دابا هذا السي رشيد باغي يعطي واحد المغالطه وباغي يدخلنا انا في اللايف، هذا هو اللي فهمت انا من السي. لا وحشومه عليكم، مادام انتم اللي كيختلف معكم في الراي ولا تبقى تتهموا التيامات، عيبه صاحبي، عيبه السي حسن، عيب، حشومه عليكم اصاحبي، كتحقروا بعضياتكم، مغاربه كيحقروا بعضياتهم، انتوما الكراهيه اللي كيمتحدين كيفاش متفقين، وكتجيو انتم اصاحبي تبقى كون طلعتي كرغولي دابا كون عطيتيه كون احترمتيه وقدرتيه، خوك تقول بغي يخرج مغالطات، حشومه عليكم اصاحبي، كرهتونا كاع في هاد اللايفات هادو، كرهتونا فيهم اصاحبي. يا حسن والله العظيم، يا حسن سد الميكرو، والله العظيم عنده الحق، انا نتفق معاه. يا حسن كيفاش الرجل هذا رايه، وكاين مغاربه بزاف عندهم فرفاره، فرفاره هذه خدامه عنده الوطن فرفاره، وهو وطني اكثر منك ومني ومن لينور ومن سامو ومن محمد، هو يجسد الوطنيه. هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. لا انا لا اجسد الوطنيه السي رشيد، انا اجسد الضرب بالنعل على الجزائريين. والو انت وانا وكل شيء ماشي وطنيين بحاله، هو اكثر وطنيا منا. حنا كنشرحوا له ان اليابان استقبلت دبلوماسيين جزائريين وبالاوراق دبلوماسيين جزائريين. شنو غتقول لهم؟ لا هادو ماشي دبلوماسيين جزائريين وهما عندهم اوراق باي صفه؟ هاد اليابان واش الجندارم دي موند وكتنطق الناس النيابه العامه؟ راه اوراق دبلوماسيين جزائريين داخلين المؤتمر الاتحاد الافريقي. اليابان انتهت القصه، والمغرب ما يمكنش يفعل اليابان حول هذا الموضوع اطلاقا. السي رشيد انا والله انا ماشي دابا استغربت، وانما انا استغربت الطريقه كيفاش بدا البكائيات ومشى. المهم ما علينا. اولا السي رشيد هو تيقول لك بانه المغرب خصو ياخذ يعني قرارات ضد اليابان، واليابان سي رشيد انت كتعرف، انا عارفك بلا عندك معلومه، اليابان راه في جنب المغرب وهي كتدعم الحكم الذاتي، يعني هي مع المغرب، ما كاينش اختلاف. ما مغالطات السي حسن، ما دوزش مواطن اللي يجي في المغرب هو الجزائر، ماشي بجنبنا حنايا، اليابان بعيده علينا. هذاك الشيء اللي كاين هو سدوا الميكرو، الله يحفظ اللي يطلع يسد الميكرو خليو حسن يهضر. يا وحسن راه الصداع عندي انا في الكيس، قل كلمه انت حسن، اخرين يسدوا الميكرو، سدوا الميكرو اللي طالعين. والو استنى نهبطوا انت انا مع راسي. سير حسن سير. سي رشيد هو هذا الوفد قال له هبط كلشي يسد المايك ولا كيخلعهم. رشيد يقول لك كيخلع الناس. رشيد لينور رشيد شويه حسن. بحثي وانا رشيد عرفتي حسن، قلتي رشيد قلتي حسن، قلتي انا اللي حل المايك غنسدو، حسن براسو يسد المايك. انا راه كانت عندي الكلمه لينور الله يهديك. راه بطت واحد النهار على تركي المهران، بطوا على تركي المهران، بدا كيقول تركي المهران انا شوف على خليجي. السي رشيد انا الراي ديالي تركي المهران يجي اللايف، انا ما كنقبلوش يجي اللايف. انا نفس الديكور، انا متفق معك. واحتجاج في هذا اللايف ديالك السي رشيد، احتجاج تركي المهران الشعب، حنا كنحتجوا عليك في هذا اللايف ديالك. حنا كنعتبروا السي رشيد
سي رشيد كنعتبروا بان هذا اللايف هذا ديالنا بحال ما هو ديالك، فحضور اجانب اللي غادي يدافعوا، حنا ما محتاجينش حنا الاجانب اللي يدافعوا، ما محتاجينش حنا اجانب اللي غادي يدافعوا علينا. وخليني نطرح سؤال لنور. ودابا لنور، تخيل غيجي تركي المهران تجي انت ويجي ديك الافريقيا، ثلاثه غيجيو في مره واحده، شنو غدير معاه دابا؟ شنو غتقولوا لنا الافارقه ما يشاركوش؟ الا جاو ما يمكنش، لا ما يمكنش. والافارقه غير جزء من نحن افريقيين، وبالتالي الا جا الافريقيين واسي رشيد راك انت عارف هذاك صافي. والله العظيم حسن كتعرف الافريقي والله العظيم خص شي نهار يكون هاد لي نور وهذاك البحريني وجيب لنا حتى ذاك الافريقيا. نسيت السميه ديالو هذاك السي رشيد هبط حسن هبط، السي رشيد هبط حسن يلا حسن نكمل الكلمه سي رشيد، غير نكمل الكلمه. شوف كما قلت انا متفق معك، يحضر تركي المهران ولينور وداك الافريقي راه نسيت السميه ديالو ما بقيتش عاقل عليها. راشدين نقولوا هذاك السي رشيد هو الممثل الجزائري، راه دخل عادي بحال كل الناس، دخل بجواز دبلوماسي جزائري، اذا من حقه. والجزائر معترفه بها في الامم المتحده، في المنظمه ديال الامم المتحده. واليابان كتعترض على انه اي منظمه او اي يعني بحال دابا البوليزاريو ما معترفينش فيها بالمنظمه ديال الامم المتحده. اليابان كترفض الحضور ديالها، وهي اولا ما وجهت لها لا باش انها تحضر ما والو. اذا الوفد دخل بجواز دبلوماسي جزائري، يعني راه حتى لهنا راه المساله قانونيه. هو كيمثل الجزائر ولكن اللعبه فين كاينه؟ انه كيجبد هذيك من الحقيبه وكيحطها فوق الطبله. هنا كتغير الامور. هو في الصفه ديالو ممثل ديال الوفد الجزائري، ولكن اللافته اللي حاطها كتمثل البوليزاريو. ولكن هذه المساله السي رشيد راه تعرف بانه الصحافه الجزائريه راهم خرجوا الخبر قبل ما يحضر الوفد الجزائري، يعني قبلوا حسن باش ما ندوزوش اشياء. لان الممثل ديال اليابان لما شاف هذيك بانه خرج بوليزاريو اخذ الكلمه وقال لنا استدعينا الدول الافريقيه وكذا وكذا، وما كانش استدعاء لاي اونتيتي من اي نوع كان، وما كاينش اي واحد يجبد شي سميه اخرى بدلا من تلك الاسماء اللي استدعيناها. اذا مساله برافو عليه، اش غطلب منه اكثر؟ هذا السي رشيد بعد الاحتجاج ديال الوفد المغربي دخلت وزاره الخارجيه ديال اليابان قالت هذا حرفيا بانه حنا ما استدعيناش البوليزاريو وما يمكن لناش نستدعيو البوليزاريو في هذه القمه لان غير معترف. في القاعه نفسها الكلمه في القاعه اللي لقى في القاعه قال له حنا ما نبغيوش شي واحد يخرج شي لافته، حنا شنو احترموا لو فوروم حتى في القاعه. السلام عليكم. أنا كنظن الجزائر ربما العقوبات المقبلة أنه الجزائر ما غتبقاش تمثل نفسها في القمم المشتركة. أنا هذه اللي كنشوفها هي العقوبة اللي غيسلطوا عليهم. وهذه المسألة ديال اليافطة ديال صحراء ريبوبليك علاش داروها؟ بغاو يضربوا في القرار اللي تمرر في غانا في القمة الإفريقية السي رشيد. هما بغاو يعني ان باقي يمكن اخبار لا والله ما ديك الشيء، هذيك الشيء راه واقع وبكى عليها احمد عطاف. هذه فقط يحطوها تما ويصوروها ويعطيوها للجزائريين بل للبروباغندا الداخليه والبوليزاريو باش يقولوا لهم راه كاين امل كيف قال تيبون راه 50 سنه هما. سدوا الميكرو يا الاخوان الله يحفظكم، واش حنا غنسيروا باش يعطيوها للناس ديال بوليزاريو. وشتي شنو قال تيبون؟ قال له 50 سنه معاناه راه بغاو ينتفضوا باش يخلقوا الامل باش يستمر السيطره عند الناس اللي كاينين في تندوف. لا اقل ولا مجرد صوره لبوليزاريو ولداخل الجزائر. اما الواقع القانوني راه الواقع القانوني اتخذ ولا يمكن تغييره. المساله واضحه سي حسن. سيره ملكه خذ كلمه ملكه. المهم اخر ما يروج الان. السلام عليكم، اهلا وسهلا. لان هذه القضيه هذه
خلاتنا يعني مهتمين بها ومتابعينها لا في الليل ولا في النهار. على اي اخر ما كاين هو ان السلطات اليابانيه استدعت الوفد الجزائري للتحقيق، وبدات معه التحقيق بتهمه التزوير ومحاوله ادخال اشخاص لليابان للبلاد بصفة غير شرعية. والآن السلطات ديال اليابان عينات حراس ملازمون لمراقبة الوفد الجزائري الذي بات يشكل خطرا على أمن البلاد. هكا اعتبرت اليابان. واليابان اكد للوفد المغربي من جهه ان اليابان اكد للوفد المغربي انها لا تعترف بالبوليساريو، وقامت بطرد هذاك الجزائري المنتحل لصفه المرتزق. وبالفعل لانه هو دخل على اساس انه هو جزائري. اما بالنسبه للاساتذه قلت بانه هو مساله يعني عطاف او شيء من هذا، او يعني بالنسبه للاتفاق اللي كان ديال بالاغلبيه ديال الدول الافريقيه حول يعني ما تحضرش الدول اللي هي ما ممثلش في الامم المتحده، هي مجرد بعض الساعات، ماشي ان لم اقل ماشي غنقول ايام، بعض الساعات، والجزائر كونوا متاكدين بانها وعقلوا عليها غادي تعلن انسحابها من الاتحاد الافريقي. نعم غادي تخرج شويه شويه كيكا، عوض باش غادي تطرد غادي تخرج من الاتحاد الافريقي اكيد. شكون اللي غيخرج مالك؟ شكون اللي غيخرج مالك؟ بوحدها غادي تخرج. شكون غيخرج؟ الجزائر غتنسحب من الاتحاد الافريقي، لان ما جرى هذا هو اللي غادي يكون خطير جدا. لانه هو دابا شكون من المكان او يعني نقولوا الجهه اللي هي موضوع مساءله هي الاتحاد الافريقي، فهمتيني؟ لانه راه كان قرار وتم تجاوزه وتم الدوس عليه من طرف الجزائر. والافارقه ديال دابا ماشي هما الافارقه ديال البارح، واللي محزمين بزيمبابوي ماشي بحال اللي محزمين دابا بالقوه الكبيره اللي كاينه في العالم وفي مقدمتها انا والله اسمحني اخالفك في الراي، الشخص الدبلوماسي الجزائري ولا اعتقد انه سيطرد، لان الدبلوماسي عنده ليمينيتي ولاكور دو فيين دو 1963 اكسبليسيت، وبالتالي عندهم ليمينيتي وعندهم اشياء كثيره. ويمكنش لليابان سدوا الميكرو الاخوان لا يحفظكم منك يهضر الاخر، وما يمكنش لدوله ما كيفما كان نوعها تفرض رايها على الاخر، لان دبلوماسيين وعندهم الصفه الدبلوماسيه. الا انه الحاجه الوحيده اللي يمكن تفرضها اليابان هي الاتيه، وفرضتها انه استدعت الدول المعترف بهم في الامم المتحده، وأن الوفد الجزائري كله وبدون استثناء دبلوماسيون جزائريون، وليس دبلوماسيون جزيرة وقواق ولا الطابورستان ديال زبالستان ولا ديال تندوف، يعني ما هذو دبلوماسيون جزائريين. وما كتسمحش، وقالوها في القاعة، ما كتسمحش يخرجوا علم أو رايات أو اسميات اللي لم تستدعى. يجب احترام هذه المسألة، وهذا ما وقع لا أقل وأكثر. واليوم الوزير الجزائري كان حاضرا ولم يكن معه أي كان من جمهورية زبالستان، يعني الجزائريون احترموا ما قالت لهم اليابان. انتهت القصة. هذا المشكل الخلاف اللي دار حول هذا الموضوع هذا هو الواقع، واليابان قامت بما يجب القيام به. لو كان المؤتمر في المغرب، ملكة سنة نكمل، لو كان المؤتمر في المغرب وكان مشكل من هذا النوع لفعل المغرب نفس الشيء. استدعيتكم انتم كدبلوماسيين جزيرة وقواق، جبتوا معكم واحد اخر عنده لافتات، من فضلكم هذه اللافته ما نجبرهاش انا، وانتم كلكم وبدون استثناء دبلوماسيين ديال جزيرة وقواق. فوالا شكرا ملك. لا شفتوا في القاعه ما بانوا لكمش تيدوروا ولا حراس او هذوك اسمهم الرجالات المكلفون بالتنظيم، ما بان حتى ما بانوش اليابانيين. ولكن اليوم الوفد الجزائري راه محاط
يعني من اليمين ومن اليسار ومن الخلف برجالات نتوع الحراسه اللي هما يابانيين. وهذا رأيي. شكرا الاخوان. شكون اللي عنده الكلمه؟ مونيوا ولا ما نعرف شنو هذا. منوعات. السلام عليكم. منوعات، تفضل منوعات. يلا السلام عليكم. شايف لاباس بخير؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم الجميع. داك الشيء اللي انا النظريه ديالي، انا داك الشيء اللي وقع، اليابان راه دارت داك الشيء اللي عليها. اللي شفت فيه شويه ديال الديفو هما دوك المغاربه اللي كانوا مع هذاك السيد اللي نقز الاول، ما دارولوش الحمايه، ما دارولوش التغطيه، حتى جا هذاك الشماطه من اللور. عاد زعما ما فهمتش انا فين هي دوك الناس المغاربه اللي مشاو مع هذاك السيد، واش كانوا تما ولا ما كانوش ولا ما نعرف، واش غير بوحدو هذاك السيد. هذاك الشيء اللي بقى فيا الحال انا بزاف. انا والله ولدي يا حبيبي يا صديقي ما كنناقش ديك الموضوع ديال البوكاس وداك الشيء. والله انا وشوف العنوان باش ما تقولش راه كنجاوبك ضدك ولا هذا. عالمين مختلفين، المغرب يناقش السياسه وطابورستان تناقش الملاكمه. يعني انا انتمي للمغرب، والمغرب مشى ذيك المؤتمر بنية حسنه لمناقشه لو فينونسمون دو ديفلوبمون ان افريك، التمويل في افريقيا. والقضيه محسومه بالاتحاد الافريقي ان الجمهوريه الوهم اكسكلو. وشفنا احمد عطاف يبكي على هذا الوضع اللي اصبح فيه بوليزاريو بعد الاتحاد ما قرر الاتحاد الافريقي. وبالتالي المغاربه مشاو بنيه حسنه باش يناقشوا هذا الموضوع في العلاقه الافريقيه اليابانيه والتمويل. اما غيمشيو يوجدوا راسهم باش يديروا البوكس، ما كنشوفش انا البوكس. ما انا انت دبلوماسي وانا دبلوماسي، مشينا ناقشوا لو فينونسمون دي ديفلوبمون ان افريك ماشي للبوكس. والله اعلم، كل واحد يقول في رايه. شكرا. السلام عليكم. شكرا تماما. سي رشيد، واحد المداخله وننزل الله. تفضل اسام. داك اسمح لي ما تدخل، اسمح لي الاخوان. غير بعجاله السؤال اللي كان طرح واحد الاخ قبل، قال لك علاش بالضبط اليابان اللي فيها المشكل. اليابان ماشي فيها مشكل، هما المافيا العسكريه باغيين يتبسوا، يدخلوا البوليزاريو الصحه ويديروا هذاك الشو ديال الصور باش يتبسوا بان اليابان صحيح. سي رشيد اللي كتعتبر بوليزاريو جماعه ارهابيه، هي دابا هي معترفه بها ومدخلاها. يعني كيبان لك واحد النظام مفلس زريبه بما في الكلمه من معنى. انا اللي تصدمت منه السي رشيد والاخوان هو ان كاين واحد المعارض جزائري مهم عقلاني شيئا ما كاين في كندا، وهو محامي يعني في مونريال. يعني هذه اللي تصدمت فيها. هاد الكات شور، هاد القرع اللي دار هذاك الحركه ديال المصارعه، راه انا من سمعتها تصدمت، لان بزاف قال لك روجوا بانه عنصر ديال المخابرات. هو راه مدير الشؤون الافريقيه في وزاره الخارجيه الجزائريه. تصور السي رشيد، مدير ديال الشؤون الافريقيه اللي هو اكبر مكتب في وزاره الخارجيه الجزائريه، لان وزاره الخارجيه الجزائريه كتحاول تسيطر على الدول الافريقيه. باش هذه باش ما بارفوا لي نون سون ترومبوز، يعني لي نون ترومب. علاش؟ هو مدير المطارات. مدير المطارات شكون هو؟ راه عسكري. هذا الحركه اللي دار يدل على انه سي كالكان اللي ربما سبق له يعني ميليتير امني ولا ميليتير. وبالتالي هما ما كيعينوش دبلوماسيين فقط، كيعينوا حتى الناس تابعين للعسكر وقوياء وكذا، لان دابا العسكر مسيطر على الحياه كامله، الاقتصاديه السياسيه وكذا والدبلوماسيه. وبالتالي ما تعجبش بانه الانسان قوي وكذا، ما تعجبش، عادي في الدوله العسكريه. تفضل سام. غير نختم دابا السي رشيد بالنسبه للاخ اللي دخل دابا قبل، قال لك علاش مثلا المغرب ما صيفطش بعث مثلا مع الدبلوماسيين. اولا المغرب راه مشى المؤتمر، هذيك راه دوله، هذه المغرب راه دوله. حنا عندنا دوله امام يعني واحد نقول لك واحد المنافسه مع زريبه، انا نقولها بهذا يعني زريبه، واحد المافيا عسكريه، دوله مختطفه بين قوسين من طرف واحد المافيا، وما عمرها ما كانت دوله في الجزائر اصلا. لحد الان راه باقي ما كاينش دوله سي رشيد، ما كاينش دوله.
ابو صباح خلينا خلي بصبع يدير اللي بغا. يوم ما عندهم هذيك النظريه ديال السلطعون السي رشيد ولا ديال السرطان اللي داروا لهم القوه الجزائر انت ابو صباح غادي تهضر. العسكر تاعهم بالبوليسي يا عماد اسمعني ما تسدلوش يا عادل الحكيم، ما تسدلوش يا عماد. غتسد الميكرو ونعطيك الكلمه. قلنا لكم انيكم ماتكم انيكم يا ولاد القحاب بالموس نذبحوكم. تونس يلا ود العايره ود العايره هادو عيب باش كتعرف التربيه ديال العايره. اش غتقول شنو غنتظر منه؟ وانا كنعطيهم مساحه باش يعبروا على انهم ولاد العايرات. شكرا السي رشيد، تبارك الله عليك وشكرا للجميع، الله يحفظك. انا كنعطي والله عادل الحكيم، هذا الديكتاتوري العادل الحكيم كيسد له الميكرو. خليه يا صاحبي قدام ولادو باش يعرف العالم على شكون اللي حدانا. خليه. انا هو درت الصوره الزعيم ديالهم وقلت عالمين المغرب يناقش السياسه واهل طابورستان تناقش الملاكمه. لا والله العظيم سيدي رشيدي لا كان كيعجبني طلع بحال هادو يفجروا المكبوتات ديالهم ويبانوا على حقيقتهم. والله العظيم لا كنبغيهم قدام ولادهم اطفال صغار. ما انت كتقول راه تعجب كيهضر معاك بهذه الطريقه. هذا راه الحياه ديالو كامل عاش في واحد المحيط لونفيرونمون اللي كان هكا داير. شنو غتطلب منه؟ انا غنتعجب الا طلع عندي وكان مأدب ومخلق ومربي ونتعجب وكنصفق له. اما الا كطلع هكا 99% اللي كيطلعوا عندي هكا دايرين، اش غندير له انا نربيه؟ انا عندي داير غير اللعب. مغربيه فايزه، تفضل. غني بك السي رشيد. السلام عليكم. مرحبا بضيوفك الكرام كاملين. سبحان الله مازالوا يطلعوا في لايفات اللصوص هو ماني شكاره، كانوا بو حجره عادوا بو شكاره. اللصوص اللي اسمه اللي البارح وعراو على وجهاتهم الحقيقيين جايبين هذا الملاكم يا سي رشيد باش تعرفوا. هذا واحد من الرقيبات من عرش التهارات، سمعتني؟ هذا اصوله واحد من رقيبات الشرق، ولو اصله رقيبي اسمه رقيبي الجزائر، سمعتني؟ هذا الملاكم هذا اللص. هل الانسان عاطي شكاره رافد فيها حريمي، رافد فيها حريمي وطارح وقاعد في وسط الناس، ما عنده ميكرو، ما عنده اسمه ديال الترجمه، ما عنده كرسي، جايب حقيبه فيها بلاكه ديال الطاكسي، ولا هذيك لا بلاكه ديال الطاكسي جايبها قباض وقاعد يتلمع يمينا وشمالا. يا قلتوا عنكم معترفه انتم دوله وجمهوريه في التندو، علاش تعودوا لصوص؟ علاه قلتوا عنكم انتم لا ضيوف وعندكم جمهوريه ولا يتحروا الصحراء الغربيه واسمه اللي نعاد الغربي يلوحكم يمينا وشمالا. ملي ما قديتوا على المملكه المغربيه انتم الزريبه الحلوف، ما قديتوا عليها لا في السلاح لا في السياسه لا في الاقتصاد لا في شيء، عاد ترفضوا الحقائب. ودوك الخويدمات ثنتين كاريهم تبون وشنقريحه بالاموال الطائله باش يغطوا عليه بين ما يجبد الحريمي يطرحوا على الطاوله. ومزتوا تطلعوا وناتيه ومزت انت راك طالع بوجهك احمر يا الزريبه الحلوف ويا البطاطيش. يا بنو بطوش فرحانين قال لك حنا راه لاك اسمه العم معاه الملاكمه الكاهل شيباني خزيم ولا انا بقات له لا نهاري للقبر. عاد ينهمك تبون مع تبارك الله تبون وشنقريحه سياسيين. قال لك رفد الحقيبه الكحله وديرها عند رجليك وطرحها منين تشوف الناس ساو شوي، اطرح ديك بلاكه الطاكسي يلا بلاكه ديال الطاكسي ما منين جايبها. ما نفضحتوا يا اللي يفضحكم ان شاء الله، يا اللي يعطيكم الفضاحه ان شاء الله. راكم حسن هذاك نقولوا زولتي له ستيلو هذاك شمنين هو هذاك كتعرفوا هذاك نقولوا ايكون بوليزاريو ما حيدوا ليه وقيله لا ستيلو لا والو. زولتي له ستيلو حسن انت اللي طلعتيه ولا عادل انت شكون اللي طلع هذاك نقولوا؟ انا اللي طلعته زولتي له ستيلو وسي رشيد نقولوا زولتي له ستيلو
نقولوا ولا والو؟ لا لا مازال ما راه حيدتليش. عنده تعليق معليش، تما، راه معليش. معلق معايا مطاقيني السي رشيد، راه غتلقاه راه مطاقيني. صافي غنفتش عليه الا كاين شي حاجه. ما نعرف فين هو، كنت غنعطي له الكلمه هو ما نعرف فين مشى. هو استنى صاحب لينور قال لك كيعرفوا لينور. صافي لينور صافي. انا نطلعك دابا لينور ولا صاحبك طلعوه، ما عنديش راه مشكل. لقيتو حيدت له ستيلو، واخا صاحب ليونور ولا ليونور بجوج حيدت. باش سي يدير قول. رشيد دابا انا اللي طلعته. صافي انا والله الا شتو جاتني الضحكه وحق الله، عرفتي التدخلات ديالك. رشيد نقولوا على السميه عنده. ولا الينور، ودابا حتى باش نجاوب السؤال ديالو ما لقيت ما نقول. اش غادي نقول له؟ رشيد نقولوا لقيت ما نقول. دابا هو كيسولني ما لقيت ما نقول له. اش غادي نقول له؟ ما كيعرفوا لينور صافي ماشي ما مشكل. نعرف. والله الا ولات كبرت ولا تتغلب عليا الضحكه وحق الله. قال لك ما لقيت ما نقول له. كتفهم كتضحك. لا قبل ودابا طرا لي واحد السؤال. سي رشيد، نعم اخويا نعم. سي رشيد، هو دابا الجزائريين فرحانين بهذه القضيه. ضربوا ايبو هذه وفرحانين. اجيو نشوفوا ملاكمه. اجيو نشوفوا في الواقع. فيدور جمهورية دبلستان تندوف أصبح بطلا قوميا في طابورستان. تفضل علينا. دابا الجزائري مساكن تيرمون ضعاف. عطيت الكلمه غير واحد الدقيقه، عطيت الكلمه شي حد وانا. يعقوب تفضل يا يعقوب. سي رشيد داك رشيدي نقولوا طلع. انا الا بغى فيدور جمهورية دبلستان. حيد له ستيلو. جمهورية فيدور جمهورية زبلستان تندوف أصبح بطلا قوميا في طابورستان. القضية عندهم غير الرجال والذكور وكذا. بدل ما يناقشوا السياسة كيناقشوا البوكس. لعنة الله على الجهل. كتسمعني سي رشيد؟ وسير تفضل قول. السلام عليكم. تحيه الاخوان كاملين. راني بارطاجيت مع شركاء المهران ولا عزائر الحاقدين. واش عمرنا حنا المغاربه درنا الفرق ما بين الصيني والياباني مع العلم بانهم ينتميون لنفس الجنس؟ كاين فرق كبير ما بين الصيني والياباني، مع العلم بان الصيني عنده تاريخ وعنده حضاره وعنده يعني حضاره ضاربه في التاريخ، ولكن هذيك السنوات ديال الشيوعيه قلبات يعني دارت واحد الفرق كبير ما بين الياباني والصيني، وهذا ربما لا بحثنا فيه غنعرفوا الفرق اللي بيننا وبين الجزائريين. كنشكر اختي مليكه اللي قالت لك جايب بلاكه ديال الطاكسي، تبارك الله جبتها لي لاصقه. اخي رشيد، انا سمعت اللايف ديال الصباح كامل. الحقيقه انا ملي تنشوف الزوايا ديال التصوير اللي صوروا المغاربه ما تنظنش بان الامر صدفه، مع العلم بانني ما عجبنيش هذاك المنظر، ولكن انا تنظن بان كل شيء كان مدروس. ربما السيناريو في الاخر خرج عن السيطره ووقع هذاك الفيلم هكذاك، ولكن انا تنظن بان كان كل شيء مدروس باش تكون اخر مره يتجرأ النظام الجزائري باش يدخل هذا الشيء ديما لاي اجتماع. الحقيقه هو كنا كنتبعوا مسلسل كوميدي، اليوم ولا شكرا اخي. احتمال وارد. تفضل. لا الحقيقه لان ملي كنشوف زاويه التصوير اخي رشيد ما يمكنش يكون بالصدفه، لان المغاربه مصورين من جميع الجهات، يعني كانوا متوقعين غير وربما في الاخر خرج على السيطره السيناريو. يا اخوان حفظكم الله، سدوا الميكرو اللي ما عندوش الكلمه. الله يرحم لكم الوالدين. الصداع عندي في الراس، كنكره الكيست ملي كيقول عندي واحد الصوت انا ما يتصورش اللي كيفتحوا جوج. لا ربما السيناريو في الاخر خرج عن السيطره، ولكن انا هذا الشيء كيبان لي بانه كان مخدوم على اساس باش يبينوا المغاربه للعالم
شكون هاد الناس هادو. وتنظن بان هذه فضيحه وغادي يكون لها ما بعدها. الجزائر يعني من صفعه لصفعه. كنا كنشوفوا فيلم كوميدي بحكم اننا منتصر يوميا تنفيق على انتصارات ديال المغاربه. انا كنت كنشوفوا مسلسل كوميدي واخا كيطلعوا كيسبونا ولا تيعايرونا ولا كنت كنشوفوا مسلسل كوميدي. دابا دخل شويه الاكشن مزيان حنا كنتفرجوا ولا يخطيو علينا. انا صراحه ما بقيتش باغي هذه الجمهوريه تسالي ولا هذا النظام يسالي، لان يوميا تنضحك تنكركر مع الاخوان. يعني وعاد يعني عاد الاموال اللي كتخسر عليها، لان توليت شويه كيتبع الانظمه العسكريه، كتخسر الملايير على ود اللقطه على ود الصوره باش تبردع الشعوب ديالها. خليهم بردعين اخي رشيد، خليهم بردعين. هما ما باغينش يفهموا بحال الجزائر اللي طلع واش هذا بنادم؟ نذبحوكم، نديروا لكم. سير اسمع التصريح ديال حسني مبارك بخروبه تيبكي ليه باش تفكوا الحصار على الجنود ديالكم. شكرا اخو رشيد باش ما نطولش. ولا كان الاستاذ عادل الحكيم عنده بعض المعلومات بالفرق ما بين الشعب الصيني والشعب الياباني، يقدر يدير لنا واحد 5 دقائق يشرح للاخوه. وتبارك الله عليكم خويا. وهو السي رشيد القضيه ديال انه لا حقا حنا غنديروا لكم. والله العظيم انا كنعاود نقول انا مره الالف، انا في الصور ديالي كنت دريسور ديال لي شيان. انا كنت كنربي الكلاب وكنت كنشارك في مسابقات في بوسكوره ديال ترويض الكلاب والكلاب دو راس، فهمتي. كنت كنشارك. شوف والله العلي العظيم الا شتي الكلاب ديال لاطاك اللي ماشي ديال ديسيبلين، الكلاب ديال لاطاك هما واحد المجموعه ديال لي راس اللي معروف على انها ما كتنبحش. سون دي اغريسيف، دي راس اغريسيف، دي راس اللي ما تسمعوش كينبح، كيجي كيعضك ديريكت. لكن المجحوم شكون هو المجحوم؟ المجحوم هو باللغه ديال اللي كيفهموا شي ديال الكلاب، هو اللاقيط، هو الكلب اللاقيط، ان باطاغ. معروفه مو شكون هي، ولكن باه ما معروفش شكون هو. لي باطاغ كينبحوا. لي باطاغ دابا ملي كتكون واحد الكلبه كيكون فيها لا شادور كيتجمعوا على واحد 80 واحد، فهمتي. كيبقاو تابعين وداكشي. دابا انت ملي كدوز من حداهم كيبداو ينبحوا عليك بحال الجزائري يطلع دابا نبيح ها بنادم اللي ديك اللعيبه اللي ما مولفش بهم كيتخلع. بنادم اللي ما مولفش بلي باطاغ كيتخلع، تيقول غير هجموا عليا. لكن هاد لي باطاغ بمجرد انك كدير جست انك تحضرتي بحال غادي تهز حجره، راك ما هزيتيهاش، غير تحضرتي انك كتهز حجره 40 واحد كيبركي العجاج. فهذا نفس الديكور بالنسبه للجزائري. الجزائري في الواقع بالنسبه للجنس الادمي، الجزائري هو واحد الكلب باطاغ مزحوم. نبح عليك ابن عمي، نبيح 10 للدص، النبيح 10 للدص. غير تحضر باش تهز ليه حجره. اشنو يقول حنا في 63 كنا يلاه خرجنا في السمار. لازم شايف انا في 63 كنا في 63 يلا خارجين من استعمار وهجمت علينا وعطيتو طريحه. لا حقرت. هذا هو الجزائري، هو هذا بكل بساطه. والله تنحل المايك يضربك راسك ولا دبر راسك راسي. علي نور انا عمرو ما شفت في مؤتمر ما